السلام عليكم، اهلا بكم حلقه جديده من سلسله الاستثمار. زي ما اتعودنا، يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات اول باول، وتنزل في التعليقات تكتب لنا التعليق الجميل بتاعك للاستثمار. حلقه النهارده هيكون معانا بلان زي كده وجاهز، وهنبدا ننتقده او نطلع فيه العيوب والمميزات، وايه هو التقويم المناسب للتقسيمه دي او التصميم المعماري ده. في الشروحات اللي شرحناها قبل كده قلنا دايما بنحتاج في بداية الكلام إنك تتخيل إن أنت العميل اللي داخل المكان، والعميل ده في الحالة دي هيبدأ يدخل من المكان ده. هنشرح الأول البلان ده، التصميم ده، وبعد كده نشوف إيه اللي فيه وإيه التقويم اللي فيه. أنت كعميل هتبدأ تتحرك جوه التصميم ده بالشكل ده. هتبدأ تمشي كده، ولو معاك حاجة تبدأ تحطها في المطبخ، وبعد كده تبدأ ترجع من المطبخ، أو إن أنت تقدر ترجع تروح منطقة الطعام أو منطقة الاستقبال أو المعيشة، أو إن أنت تقدر تعبر المكان ده وتتعامل مع حجرة النوم، حجرتين النوم الموجودين عندك والحمام الموجود. والحركة اللي أنا عملتها باللون الأحمر ده هي حركة القدم في البيت أو الشقة بتاعتك و- وتبين سلاسة المشي أو الحركة داخل الفراغ. طيب تعالى نتكلم شوية في مميزات وعيوب التصميم ده. مميزات وعيوب التصميم: أول حاجة، أنت لما دخلت من الشقة لقيت المطبخ موجود على شمالك على طول، ودي لها ميزة ولها عيب. الميزة إنك أنت لما يكون معاك شنط أو جايب طلبات بيت، هتبدأ وأنت داخل في اتجاه المطبخ على طول، بتبدأ تسيب الطلبات اللي معاك في المكان ده. فبالتالي لو في ضيف هنا موجود، فمش هيشوف ايه الاكياس اللي معاك او الطلبات اللي معاك، سواء كان خضروات او اي حاجه انت مش عايز حد يشوفها. فوجود المطبخ في المكان هنا بمنطقه مباشره هي ميزه كويسه للتصميم. طيب العيب الموجود في التصميم ده انك لما تكون معاك ضيف قاعد في المكان الاستقبال زي ما قلنا، هتحتاج حد من افراد البيت يخرج من المناطق دي عشان يعمل كوبايه الشاي او القهوه، فمضطر غصب عنه إن هو يعدي على الضيف وهو قاعد. ودي أوقات بتكون مش غير مستحبة بالنسبة للناس، بالنسبة لمتطلبات ناس، فهي غير مستحبة بالشكل ده. طبعا لو لاحظنا البلان أو التصميم ده مفهوش اتجاه شمال، وده طبعا خطأ كبير جدا. البلان ده كان موجود على آه، إعلان تمليك شقة أو بيع شقة. طيب أنا دلوقتي حاطط لي البلان ومش مديني الاتجاه بتاع الاتجاه الرياح بتاعي او سهم الشمال، فانا بالتالي ما عرفتش التهويه بتاعتي جيده ولا لا في المكان. بس هنفترضها افتراضا ان هو في الاتجاه ده، فبالتالي التهويه هتكون جايه بالشكل ده. التهويه جايه بالشكل ده، هيكون حجره النوم دي متهويه كويس، وحجره النوم التانية داخلها هواء من التراس بتاعها، والاستقبال داخل هواء من التراس بتاعه برضه. وبما ان منطقة الطعام موجودة مع الاستقبال، فخلاص هو المنطقة كلها بقت متهوية. وتقريبا كده من التصميم ان ده هو المنور موجود في المكان ده. فبالتالي الحمام آه، مهوي على المطبخ ومهوي على المنور، والمطبخ مهوي على المنور، وممكن يتم فتح شباك لحجرة النوم من هنا لحركة تيار الهواء. طيب كده اتكلمنا في التصميم نفسه، ايه اللي فيه وايه ممكن تكون مميزاته وعيوبه. طيب ايه التقويم اللي انا ممكن اعمله عشان اوصل بالتصميم ده لمرحلة كويسة؟ انا محتاج اعمل علاقة ما بين المطبخ وما بين طرق التوزيع الموجودة هنا او صالة التوزيع الموجودة هنا، عشان ابدأ اعمل حركة ما بين المطبخ وما بين الفراغات اللي هي الخاصة بالمكان، او الجزء البرايفت زون، عشان ما يكسرش او ما يجرحش المكان او اصحاب افراد البيت. طب تخيلوا معايا كده الحمام ده لو اتجاهه، بما ان ده منور، تخيلوا كده الحمام ده جاي في الاتجاه ده كده، وخلقنا هنا، نغير اللون، وخلقنا هنا طرقة للتوزيع. فبالتالي هيكون التعديل كالآتي: الحيطة دي هتمد معاك لحد هنا، ونفتح مكان من الحيطة دي،
كده هنبدأ نرمم المكان كده بس عشان ما يبانش العيوب القديمة. طيب خلاص قلنا هنبدأ نمد الحيطة دي كده، والحمام هنبدأ نحطه في الوضعية دي كده، وفتحته تكون من هنا، والركبة اللي طلعت دي ممكن نخلي فيها الدولاب بتاع الحجرة دي، بدل ما هنا يبقى موجود في المكان ده في حالة إن أنت مش هتفتح شبابيك، أو إنك تسيبه مكانه وتخلي في شباك موجود هنا عادي. المهم احنا موجودين لسه في الحمام، مشكلتنا لسه في الحمام. خلاص في الحالة دي دلوقتي تقدر تفتح فتحة من هنا للمطبخ، يعني مطبخك ممكن تفتح له فتحة من هنا، وفي الحالة دي تقدر إن أنت تقفل الفتحة دي، أو إن أنت تسيبها حسب رغبتك وتخلي المكان ده تابع استخدام المطبخ. أو ممكن يكون رخامة أو بار في الحالة دي هيكون أمريكان كيتشن، وهيكون شكله كويس برضو مع التصميم. فتيجي نراجع حركة القدم جوه المكان. هتبدأ تدخل الشقة من هنا، وبعد كده تبدأ تدخل المطبخ، ومن المطبخ تقدر تتحرك في صالة التوزيع. صالة التوزيع واسعة وكويسة، ممكن تستوعب أماكن مرايات أو حاجة، ومن صالة التوزيع تقدر تدخل حجرة النوم دي وحجرة النوم دي والحمام. طيب حركة الضيف هتكون ماشية ازاي؟ الضيف هيكون ماشي في الاتجاه ده، ويبدأ يتعامل مع منطقة الاستقبال، وأوقات هيحتاج إن هو يدخل الحمام، فهو كده قريب من الحمام بالفعل، ومفيش أي جرح للمكان أو خصوصية المكان. وفي الحالة إنك أنت تكون موجود في مكان الاستقبال واحتجت حاجة من المطبخ، فخلاص أفراد المكان يقدروا يروحوا المطبخ، يتعاملوا تعامل مباشر مع المطبخ ويرجعوا تاني من غير ما الضيف يجرح المكان أو يكسر خصوصية المكان. تعالوا نرجع تاني للتصميم. كده التعديل بتاع التصميم اللي يكون عندنا. الحمام يكون في المكان ده، مطبخ، حمام، نوم، والنوم وتوزيع. ده التقويم السليم اللي انا شايفه من وجهة نظري. وانطباقا للكلام اللي احنا قلناه بدأنا نطبق النظريات اللي احنا اتكلمنا عليها في التصميم ده، وادي النتيجة. طبعا التصميم بيختلف من شخص للآخر حسب استخدامه وحسب رغبته. وللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.